سلام كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معكم واحد الخبز صحي بزاف ولذيذ كيجي خفيف. وبالنسبه للناس اللي كيتبعوا حميه غذائيه او بغاو يقطعوا الخبز الابيض، هذا الخبز هو المثالي ليهم وعامر بالبروتين. غندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كوب ديال العدس اللي غسلته مزيان حتى تحيد منه اللون الابيض. بالنسبه للكوب اللي استعملت القياس ديالو 250 مليلتر. غسلته مزيان ونقعته اقل حاجه ساعتين. من بعد نصفيوه وغادي نديروه في كاس ديال الخلاط الكهربائي، ولا ممكن تستعملوا الميكسور ديال اليد. نضيفوا معلقه صغيره ديال الملحه ونص معلقه ديال البزار وشويه ديال الزعتر. ممكن تنسموا باي حاجه بغيتو، ثوم بودره بزار اللي بغيتو. معلقه صغيره ديال الخل الابيض. غادي نديروا 2 معالق ديال الزبادي طبيعي. يعني حتى هو فيه بروتين وزوين بزاف وكيجيب الخبز هكا رطب. غنضيفوا حتى داك الماء ديال دانون. اصلا فيه بزاف ديال الفوائد. غنزيدوا 2 بيضات. غنديروا هنا 60 مليلتر ديال زيت جوز الهند. الا ما متوفرش ممكن تضيفوا زيت الزيتون. صافي غادي نخلطوا الخليط جيدا. من بعد غادي نحطوه نخويوه في واحد لو بول بحال هكا، وغادي نضيفوا 2 معالق ديال الخميره الكيماويه او البيكين باودر. في هذه المرحله نكونوا حنا شعلنا الفران باش يسخن لينا، سواء ديال الغاز اولا ديال الضوء بحال. غادي نخلطو مزيان حتى كتدخل لينا داك الخميره في الخليط ديالنا. غنجيب واحد المول اللي غنكونوا لبسناه بورق الطبخ صافي. وغادي نحاولوا نديروا الزرارع. انا هنا درت شويه ديال حبه البركه وشويه ديال الزريعه البيضاء وشويه الزنجلان. ممكن نتوما تضيفوا زريعه الكتان، تضيفوا كمون، حبوب اللي بغيتو. انا هادو اللي كانوا متوفرين عندي. غادي ندخلوها للفران على 180 درجه من التحت حتى كتطيب مزيان، ومن بعد كنوليو عاوتاني نشعلوا عليها من الفوق حتى كتحمر. صدقوني كيجي هاد الخبز رائع رطب وبنين بزاف، يعني ما غاديش تقدروا انكم تستغنوا عليه غير تجربوه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجباتكم ونتلاقاو في وصفه جديده. بسلامه عليكم.